يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه. النهارده بقى نعمل وصفة يا جماعة. هنعمل اللحمة الباردة بتاعة الغلابة. هنعمل الروستو يا جماعة بالبيض. تحفة. من نص كيلو لحمة مفرومة نعمل كل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين هنجيب بقى الكبة بتاعتنا ونحط فيها بصلاية، طماطمتين، قرن فلفل حامي، قرن فلفل رومي، وكمان عودين كده كزبرة او بقدونس اللي عندك مشي نفسك بيه. هحط مرقة فورية، وهحط كمان توم باودر، وهحط فلفل اسمر وملح، وهحط ال11 بهار وفلفل اسمر، بس كده. وهنضرب البصل كويس جدا مع الحاجات دي، وبعد كده نحط البهارات، وبعد كده نحط نص كيلو لحمه. يعني فاكرين البقسماط اللي كنت عاملاها معاكم؟ هنحط بقى نص كوبايه بقسماط، وهنضرب كل ده في الكبه. طب انا ما عنديش كبه، هعمل ايه؟ هنحط بقى كل ده كده في طبق كويس، ونعجن زي ما بنعجن العجين كده. بصوا، هي عجينه بتلزق شويه في الايد. طيب هجيب بقى بلاستيك رول. طب لما ما عنديش بلاستيك رول اعمل ايه؟ هجيب كيس تلاجة واقطعه كده، وافرده، وافرد عليه الخليط بتاعنا، وابل ايدي زيت كده علشان اعرف ابططها كويس. لازم مهم جدا ان انت تبلي ايدك زيت، ونفردها كويس جدا. ونسلق بقى 5 بيضات على حسب الكميه اللي انت عايزاها. يعني انت ممكن تكتري بيض او تقلليه عادي براحتك، بس اظن ما تقلليش، يعني هم حلوين قوي 5 بيضات، او ممكن 4 بيضات لكن مش اقل من كده. ونلفها بقى بالبلاستيك رول كده، ونعملها كده. ايوه، نعملها كده بالشكل ده ونلفها. عايزه تحطيها في التلاجة شويه حطيها. اجيب بقى ورق زبده وورق فويل، وهنحط الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه ده كده جوه في الورق الزبده. مهم طبعا طبعا، يعني ما ينفعش ان احنا نحط الورق الفويل على طول، لازم نحط ورق زبده. وحاولي على قد ما تقدري تسويها من كل حته، وتطلعي منها الهواء، ما يكونش فيها ولا هواء ولا اي حاجه. وتعملي الحركة دي مهمة جدا. ونلف ونخرج الهواء، نلف ونخرج الهواء، نلف ونلفها بقى من الجناب زي البونبوني كده. بصوا، ايوه كده. لفها من هنا ومن هنا كويس جدا. لفها كويس جدا، مهم جدا الموضوع ده. وتبططي عليها كده وتدوريها وتعمليها بالشكل الحلو ده. ونحطها في صينيه وندخلها الفرن على درجه حراره 250. نولع من فوق ومن تحت مع بعض. هتاخد حوالي ساعه ونص، من ساعه لساعه ونص في الفرن. تمام. تمام. كده بقى بعد ساعة ونص طلعت بالجمال والحلاوة ده. يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه. بجد يا جماعة، يعني من نص كيلو لحمة مفرومة عملنا وجبة تنفع في العزومات، وتنفع يعني رمضان جاي بقى اعملوها بقى في العزومات. تبقى حلوة قوي 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 بصراحة، جميلة جدا ومش مكلفة. طبعا انا هنا قطعتها وهي سخنة، طبعا هي لحمة باردة يعني لازم تبرد عشان نقطعها. انا بس حبيت ان انا اقطعها لكم وهي سخنة عشان اوريكم قد ايه متماسكة، وقد ايه حلوة. وزي ما انتم شايفين متماسكة جدا، مش مفرولة ولا اي حاجة. انا عايزة اقول لكم هنا ما صفيناش ليه البصل وخليناه بميته، علشان المية دي هي اللي هتسوي لي اللحمة جوه في الورق الفويل والورق الزبدة. اللي مية البصل دي مهمة جدا معانا. مش هنصفي تفل البصل عشان دي مش كفتة يعني. بصوا بقى يا حاجة جماعة حلاوتها. انا هوريكم، قدمتها طبعا مع رز بسمتي. تقدري ان انت ما تعمليش جنبها رز. انا هنا قدمتها مع رز بسمتي، تقدري ان انت تاكليها بالعيش وتعملي جنبها شويه مخلل، وكان الله بالسر عليه. تحفه يا بنات، جربوها. يا رب لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك، وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. باي باي.